معركة وادي المخازن ملحمة خالدة في تاريخ المغرب. في 4 أغسطس 1578 وقعت واحدة من أعظم المعارك في تاريخ المغرب، معركة وادي المخازن، المعروفة أيضاً بمعركة الملوك الثلاثة. دارت المعركة قرب مدينة القصر الكبير بين الجيش المغربي بقيادة السلطان عبد الملك السعدي وجيش البرتغال بقيادة الملك سيباستيان الأول، الذي جاء بجيش ضخم مدعوما بالسلطان المخلوع محمد المتوكل. رغم الظروف الصعبة ومرض السلطان عبد الملك، استطاع الجيش المغربي أن يحقق انتصارا ساحقا، وانتهت المعركة بمقتل 3 ملوك: السلطان عبد الملك السعدي، ملك البرتغال سيباستيان الأول، السلطان المخلوع محمد المتوكل. هذا الانتصار العظيم لم يحمي المغرب فقط من الغزو الأوروبي، بل غير تاريخ البرتغال أيضاً، حيث دخلت في أزمة حكم انتهت بسيطرة ملك إسبانيا عليها. ستبقى معركة وادي المخازن رمزاً للشجاعة والوحدة والقوة في تاريخ المغرب. حاب توصل لكل جديد؟ تابعني على حسابي في كل المنصات: تيك توك، انستغرام، يوتيوب، فيسبوك. ودعمك هو اللي كيعطيني الحماس نكمل.